السلام عليكم. والي مصر محمد علي باشا. أنا محمد علي باشا جاي أحكي لكم عن مذبحة القلعة الذي قمت بتخطيط لها كي التخلص من المماليك. أنا لما جيت مصر كنت عسكري جاية مع الدعم العثماني علشان نحارب الحملة الفرنسية، وبعد لما خرجت الحملة الفرنسية كان المفروض أرجع بلده، بس بصراحة لقيت مصر تستحق إن أنا أبقى ولي لها وحبيت البلد جدا. فانضميت إلي صفوف المقاومة الشعبية وهم اللي نصبوني على مصر بعد عزل خورشيد باشا، وأصبحت أنا الوالي على مصر. وبعد شويه مشاكل مع الانجليز والشعب وقف في ظهري ضد الانجليز، كان في عقبه امامي وهم المماليك، كان لازم اقضي عليهم. كان لازم اعمل كده لانهم كانوا بيعملوا فتن وفوضي، وكان مشهد صعب جدا ودموي. وبالمناسبه انا اتعلمت اللغه العربيه مخصوصا علشان اعرف احكي لك عن هذه المذبحه. في عام 111 فكرت اقوم بعت المماليك على احتفال داخل قلعه صلاح الدين، وقلت لهم الاحتفال ده بمناسبه خروج ابن طسون باشا حمله. طبعا حضروه وهم مطمنين جدا، وعملت لهم وليمه عشاء علشان كرم الضيافه. وبعدها كان لازم يمشون داخل ممر ضيق كجزء من مراسم الحفل. فجاه الابواب اتقفلت عليهم والجنود ضربوا البارود عليهم، واتقتل اغلبهم في لحظه واحده. وهرب واحد منهم بس هو امين بك، ونط بحصانه من فوق سور القلعه، والحصان نزل ميت وهو هرب لكي يحكي ما حصل لهم من ولي مصر. وبكده ده ينتهي نفوذ وعصر المماليك، وبدات ابني دولو جيش من جديد علشان ابني بلد قوي. لازم تعمل لايك وتشترك هنا وتكتب لي تعليق وتسألني هل ما فعلت المليك صح أم خطأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.